ما تتعاملش مع العضلات كأنها مكائن، يعني إيه الكلام ده؟ ببساطة الماكينة بتفضل شغالة ليل نهار صيف شتا 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن عضلاتك مش بالمنظر ده، العضلات محتاجة إن هي عشان تشتغل لفترة معينة وترجع تاخد راحة عشان تشتغل الفترة دي مرة تانية. خد بقى المعلومة القوية دي بقى جدًا، دماغك عضلة مش ماكينة. انت بتتكلم جد؟ والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. شايف المعلومة البديهية دي؟ ولكن للأسف إحنا ما بنشتغلش بيها، إحنا بنيجي مثلًا فترات الامتحانات ونيجي نقعد نشتغل لغاية نلاقي نفسنا فصلنا، وافتكر المقولة دي كده كويس أوي، الراحة هي جزء لا يتجزأ من العمل في وقتها المناسب، يعني أنت طالما اشتغلت لفترة معينة وذاكرت لفترة معينة بتركيز وبضمير 100% أنت لازمًا تاخد راحة عشان تخلّي دماغك أصلًا يقدر يثبّت المعلومات القديمة عشان يستقبل معلومات جديدة، وهكذا. وبقى المعلومة القوية إنك أنت لا محتاج راحة على المدى القصير وعلى المدى البعيد. على المدى القصير أشهر حاجة هي البومودورو أو ما يشابهها، ذاكر من 45 دقيقة لساعة وخد بعد كده راحة من 5 ل10 دقايق. وعلى المدى البعيد إنك أنت لو أنت ذاكرت أسبوع فأنت محتاج يوم راحة، ذاكرت شهر فأنت محتاج مثلا يومين 3 راحة، وهكذا. لازم إنك أنت تدي نفسك أوقات راحة على المدى القصير وعلى المدى البعيد. وهنا بقى رسالة سريعة جدا لأولياء الأمور، ما تضغطوش على أولادكم بإنك انتوا تخليهم يذاكروا طول الوقت، بالعكس انتوا نظموا لهم أوقات الراحة والمذاكرة طالما هم مش عارفين ينظموا أوقاتهم، ولو هم عارفين ينظموا أوقاتهم فهم أدرى بمصلحتهم. ورسالة بقى ليك أنت كطالب، أنت أدرى بمصلحتك، اللي هيحصل دي حياتك أنت الشخصية، ودي أنت اللي هتتحمل مستقبلك، أهلك مش هيستحملوا سواء بالحلو أو بالوحش، هم هيفرحوا أو يزعلوا بس أنت اللي هتلبس يا معلم. وده كان فيديو على السريع نتعلم فيه إن إحنا محتاجين إن إحنا نستعمل القاعدة دي في حياتنا بالكامل، الراحة جزء لا يتجزأ من العمل في وقتها المناسب، عشان كتير من الطلاب بيستغلوا الموضوع ده. ولو عجبك الفيديو ما تنساش بقى تدعمني باللايك عشان بيساعدني جدا ان اقدم محتوى اكتر واقوى باذن الله تعالى. ولو انت بقى معانا في قافله الطلاب المزنوقين فانزل اشترك معانا في القناه عشان نشوف محتوى كتير وفيديوهات هتساعدنا ان احنا نفتك الروق من خانه الطالب المزنوق. سلام.